تشاو توتي، اهلا بكم جميعا في فلوج جديد ومغامره جديده من ايطاليا. النهارده احنا في الجزيره العربيه. في ناس كتير سالتني على اسعار الفراخ واللحمه، وهل الاكل الحلال موجود ولا لا، واسعاره ايه. فتعالوا نبص على الجزيره ونشوف كل الحاجات اللي موجوده. هقول لكم اسعار الفراخ واللحمه، يا ما شاء الله عندهم كل حاجه، فتعالوا نشوفها مع بعض. هي الجزيره اهيت اسمها جزيرات بلادي. ويا جماعه ده مش اعلان ولا اي حاجه، والله ما خدت منهم اي حاجه، انا بس هوريكم الجزيره. الناس محترمه جدا وبصراحه يعني كويسين ونضاف. هوريكم الحاجات اللي عندهم، وانا عايز افيدكم بس مش اكتر يعني، فعشان كده بعمل الفيديو ده. طيب الجزيره فين؟ احنا في مكان اسمه بريما فالي. تمام، منطقه في روما اسمها بريما فالي. اول حاجه لو انت في تور فيكيا او في المنطقه اللي حوالينا في كورنيليا او كده، ممكن تيجي عن طريق باص رقم 907. المحطه هنا قدام، انت قدام المحطه على طول هتلاقي الجزيره قريبه جدا وسهل ان انت توصل لها. دي يا جماعه اسم المحطه بتاعه الباص، اسمها كابيشيلاترو. هتيجوا هتلاقوها في وش الجزيره على طول. ده عنوان الجزارة علشان لو حد عايز يعرف مكانها برضو فين. تعالوا بقى نتفرج على الحاجات اللي عندهم. اول حاجة عندهم هنا مخلل، فدي حاجة جامدة قوي بصراحة يعني. وعندهم بقى كل انواع اللحوم، يعني في بقى حسب القطعات، عندهم لحوم وسجق وكبدة، وعندهم هنا همبرجر معمول جاهز. وعندهم هنا كمان كفتة وكرات لحمة وبفتيك، وعندهم كل حاجة. وهنا الفراخ كمان. الفراخ بقى بتختلف حسب حجمها وحسب هي متقطعة ازاي وكده. فمثلا الفرخة الصغيرة دي ب5، أو الفراخ البيضة ب5، الفراخ البلدي ب6.5. عندهم برضو الصدور الكيلو ب9.5، ده الكيلو طبعا، الكيلو ب9.5. وهنا الوراك الكيلو ب6. اللحمة بقى عندهم هنا حسب القطعات. في حاجة مثلا ب11.5، 10.5. ممكن بقى ايه، احنا معانا احمد هنا برضو، احمد يشرح لنا بقى ويقول لنا كل مثلا الاسعار بتاعت اغلب الحاجات وكده. فعايزك بقى ابو حميد تقول للناس. في الرقبة هنا بالعظم اللي هتعمل شوربة أو كده، في السليق كويسة. في ممبار، كبدة، قلب وكلاوي. في الكتف ده اللي هو القطع اللي هيعمل خضار. في الرقبة هنا ديت للبستكة. عايز في التينات في وش الفخدة دي كويسة، حتة كويسة. وموجود معانا برضك هنا الضلوع بالعظم. وفي القرقيش من الصدر كويسة. في الفيتيلا لحم الصغير، حتة طرية كويسة برضك. ومعانا المفروم. ودي الموزة. ما شاء الله يا في جماعه الخضار عندهم. جميلة. عندهم كل حاجه وبالسكة حتى بالفيليتو. فيليتو، وعندهم برجر وكفته متبله جاهزه وفي وكبده. بولبيتا برضك اهو. كويسة. تمام. تمام ما شاء الله. بص بقى الأسعار عندهم. معانا كويسة برضك هنا، الخروف، الكتف والفخدة اه. وكوستوليت متقطع جاهز. تمام. تمام. في فتينة بناطة. دي على ماشي. الشوي متبلة وفيها كل حاجتها. زي البفتيك كده. بوفتيك جاهز اه. يا دوبك على الشوي. تمام. بص بقى عندهم ايه. عندهم هنا كمان حتى المشروبات. يعني هتلاقوا هنا مثلا راني، وكل المشروبات دومتي، والعصاير بقى اللي انتوا عايزينها كلها. في تمر كمان علشان رمضان قرب، ففي تمر هنا. وفي بقى حلويات. وهنا هتلاقوا مثلا السمنة، في أنواع كتير من السمنة، وفول ومش عارف حاجات كتير، وصلصة وزيت. عندهم حاجات كتير قوي يعني ما شاء الله. في هنا انواع شاي كتير، وشاي العروسه اهم حاجه طبعا. تلاقوا هنا الفول بتاعنا، فول المدمس، الامريكانا. عندهم الصلصه لو حد مثلا عايز صلصه من بتاعتنا، عندهم موجوده برضو. هما ما شاء الله هنا في حاجات كتير جدا. تعالوا مثلا اوريكم، عندهم حتى نعناع يعني. بصوا هنا هتلاقوا نعناع، طبعا ده صعب تلاقوه. عندهم عيش بلدي، هو العيش اللبناني طبعا يعني. آه، وفي حتى سجاجيد بتاعت الصلاة وحاجات تانية كتير، غلايات، وبيبيعوا حاجات كتير يعني ما شاء الله. عندهم هنا لانشون مثلا، وعندهم كيري وجبن بقى، أنواع جبن كتير. وعندهم هنا بسلة وملوخية وحتى محشي ورق عنب. عندهم محشي ورق عنب والكباب. هنا هتلاقوا حاجات كتير قوي. هتلاقوا بقى كل اللي انتوا عايزينه، مثلا عايزين اي حاجة، حتى اعتقد لو انتوا في حاجة مثلا عايزينها ممكن تطلبوها منهم ويجيبوها لكم برضو، مفيش مشكلة يعني. هوريكم بس يعني
لقطات سريعه كده من المكان، وبرضه مش هوريكم كل حاجه، مش هعرف اوريكم كل حاجه، فانتوا بقى تبقوا تيجوا وتشوفوا المكان بنفسكم. والاسعار كويسه برضه، يعني انا حاولت اقول لكم اسعار الحاجات زي ما قلنا. الفراخ اسعارها زي ما قلنا عليها، واحمد قال لنا على بقيه الاسعار بتاعه الحاجات. عندهم هنا كنافه بانواعها، وزيوت زيت زيتون، فهتلاقوا هنا حاجات كتير جدا وكل اللي انتم محتاجينه، والاسعار كويسه يعني. يبقوا تعالوا بقى وزوروهم في المكان ان شاء الله. اي حد يجي يقول ان انا جاي من طرف دكتور محمد عمرو، وهم هيظبطوكم بقى. هتظبطوا يا محمود صح؟ حبيبي حبيبي. مكانك يا باشا. احنا حميد وعدنا ان هو هيظبطكم. تعالوا بس قولوا له انا جاي من طرف دكتور محمد عمرو ومالكمش دعوه. طبعا هيبقى لي سعر خاص. ايوه يا باشا، هيبقى لي سعر خاص بالظبط كده. ان شاء الله. ممكن مثلا تبقى انت محتاج حاجه، لو ما لقيتهاش اسال عليها، ممكن تلاقيها ان شاء الله يعني. ان شاء الله نوفرها لك. بالظبط يا باشا. معاك احمد هنا مصطفى معاك احمد ومصطفى، واي حاجه بقى انتوا عايزينها اطلبوها منهم ان شاء الله. حبيبي هنا دكتور طبعا كده نعمل معاه الصح كله والواجب. حبيبي 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 يا مصطفى حبيبي. احنا هنا في بريما فالي زي ما قلنا، وهوريكم برضو المكان بره توصلوا ازاي وتيجوا ازاي وكده. هو المكان سهل، قدام محطة الباص على طول، هتيجوا تنزلوا من الباص تلاقوه قدامكم يعني ان شاء الله. اسألوا عليا هيظبط لكم الدنيا كلها. حبيبي. عايز اقول تاني بس ان ده مش اعلان، انا والله ما خدتش منهم اي حاجة خالص، بس هو مكان كويس وانا بجيب منه، وناس كتير سألتني على الاكل الحلال وكده، فقلت ان انا اوريه لكم يعني. انا جبت النهارده كيلو فراخ، وجبت معاهم 4 برجرات كده بيبقوا في طبق ب5 يورو. قلت اجربه برضو لان اللحمه هنا طعمها مش حلو قوي، جربت كذا مكان طعم اللحمه عندهم مش حلو، فكنت باكل فراخ بس. قلت اجرب البرجر يمكن يبقى طعمه كويس ونجيبه على طول يعني. جبت اللحمه، هروح دلوقتي على السوبر ماركت اجيب عيش علشان الكايزر هنجربه النهارده ان شاء الله، وبعدين هروح على البيت، عندي شغل كتير بقى في المونتاج وشغل تبع الجامعه وكده، فيلا بينا. جبنا العيش علشان البرجر، الاربعه دول عاملين يورو وربع. جبنا العيش وهروح على البيت. ديكورات الكريسماس خلاص بقت موجودة في كل مكان، وبقت حتى بتتباع في الشوارع. ان شاء الله هبقى اصور لكم الكريسماس هنا في روما، هنروح اماكن حلوة قوي في الكريسماس، فتابعونا علشان تشوفوا بقى الكريسماس في روما بيبقى شكله عامل ازاي. المحلات اللي في الشوارع دي بتبقى عاملة زي عندنا كده في مصر، بتبقى ناس فرشة في الشوارع وبتلمها بالليل. بيبقى عندهم بقى كل حاجة، عندهم هنا شباشب وجزم، عندهم قدام شوية شنط ومحافظ وجرابات موبايلات وألعاب علشان الكريسماس وأباجورات. عندهم حاجات كتير قوي بيبقى سعرها رخيص يعني، ما بتبقاش غالية، بتبقى بأسعار حلوة جدا يعني. أغلب الحاجات هنا بيورو 2 يورو حسب الحاجة طبعا يعني. دي هنا ملابس حريمي وكده. العيش اللي احنا اشتريناه كان من سوبر ماركت تاني غير اللي انا بجيب منه على طول، فعندي فضول اعرف هل العيش هيبقى ارخص في السوبر ماركت اللي انا بجيب منه على طول ولا لا. فجيت هنا في بيم السوبر ماركت اللي احنا بنجيب منه على طول علشان نشوف العيش اللي احنا جبناه هناك ارخص ولا اغلى. هما الفترة دي عاملين خصومات كتيرة علشان البلاك فرايداي قربت وكده، فهنشوف بقى هل العيش هنا اغلى ولا ارخص. للاسف طلع هنا ارخص، هنا بيورو و10 سنت، انا جايبه بيورو 25 سنت. هو الفرق مش كبير قوي يعني، بس ادينا اتعلمنا ان احنا نجيب من السوبر ماركت اللي قريب مننا، ما نروحش نجيب من سوبر ماركتات بعيده. وصلت السكن وصليت، ودلوقتي هنعمل بقى نرتب الحاجه بتاعتنا وبعدين نعمل البرجر. فتعالوا نظبط حاجتنا مع بعض وبعد كده نعمل البرجر ان شاء الله. ده كيلو صدور انا جبته من الجزاره، هو مقطعهم لي بصراحه كويس، بس انا نسيت اقول له يحط لي اكياس زي دي عشان بحطهم في علبة، فبفصل بين كل جزء وجزء مع بعض. للأسف مفيش اكياس، بس هحاول اتصرف بقى. هو مفيش اكياس بس عندي ورق اللي هو ورق الزبدة ده، هفصل بيه وخلاص بين كل جزء وجزء كده. بطلع كل مرة مثلا 2 بقى كلهم مع بعض، فبيبقوا مفصولين بيفكوا أسرع يعني. هنقطع بقى على قد العلبة اللي معايا دي عشان ما تاخدش مساحة كبيرة. كده يبقى خلصنا، نحطهم بقى في الفريزر علشان هنعمل البرجر بتاعنا. احنا ممكن ننور النور يعني، احنا مش عارف احنا قاعدين في الضلمه ليه، بس تمام. طيب خلصنا ده، نشيل دي بس ايه، نرميها في المكان بتاعها بتاع الورق واجي لكم تاني. طيب خلصنا الفراخ، نعمل بقى البرجر بتاعنا. هما 4 برجرات جايين في طبق زي ده كده، انا هاكل 2 لان هي الواحده كبيره قوي بصراحه. انا جبت العيش زي ما جبناه مع بعض، هنعمله مع بعض دلوقتي. عمايل البرجر هي من اسهل الحاجات في الدنيا. اول حاجه هتعملها ان انت هتسخن الطاسه، هحطها على النار وهنسخنها لحد ما تبقى الميه قابه فوق كده، وبعدين نحط الزيت ونسخنه وننزل بالبرجر،
اعرفكم التتبيله اللي بحطها عليه، ما بحطش حاجات كتير، بحط ملح وفلفل بس علشان هو بيبقى طعمه احلى من غيرهم يعني. وانا برضو عايزه استطعم اللحمه المره دي، لان انا عندي مشاكل مع اللحمه في ايطاليا من ساعه ما جيت هنا، باكل اللحمه مش عجباني بصراحه. هنجرب المره دي اللحمه ونشوف لو هي نفس الطعم اللي انا ما بحبيتوش ده، ولا المره دي اللحمه احسن، لان انا اول مره اجيب لحمه من الجزاره دي، قلت ايه نجربها مع بعض برضو يمكن تبقى كويسه، وبعد كده نجيب لحمه مفرومه ونعمل بيها حاجات تانية كتير. فخلونا نجرب دلوقتي. اسوأ حاجه في الفرن ده اللي هو فرن كهربا، فبيعوز يشتغل مع طاسات معينه. الطاسه دي كان مكتوب عليها انها بتشتغل مع الفرن ده، بس للاسف جبتها وطلعت ما بتشتغلش، فبضطر استخدم الادابتر ده. هو حته حديد كده بتتحط علشان يعني ايه تشتغل مع الفرن، تحطها كده وبعدين تحط الطاسه فوقيها. بصراحة ما كنتش هجيب اي حاجة ليها علاقة باللحم خالص، بس شفت البرجر قلت شكله كويس يعني، فقلت نجرب. هطلع 2 في طبق اتبلهم على ما الزيت يسخن، وبعد كده نبدأ نعملهم. الطبق ده على بعضه بيبقى ب5 يورو، 4 برجرات عاملين 450 جرام. انا في العادي كنت بجيب لحمة مفرومة وبعملها انا بنفسي زي كور كده برجر، وبعدين بتبلها بنفسي وكل حاجة، بس قلت نجرب. بصراحة مش عارف اللحمة دي متبلة ولا لا، بس انا شايف ان هي تقريبا مش متبلة يعني. فهحط شوية ملح وفلفل بس خفاف، وبعدين نحط الزيت ونعمله. هنحط ملح وفلفل على الوش التاني بقى عشان ما حطيتش. بحب دايما لما اطبخ حاجه برجع كل حاجه مكانها اول ما اخلصها على طول عشان الدنيا ما تتراكمش عليا. تعالوا بقى نفتح العيش، نعمل دلوقتي بقى الصوص. البرجرايه كشت قوي في الزيت، كنت فاكرها هتبقى كبيره، طلعت صغيره قوي على العيش اللي احنا جايبينه ده. وبكده نكون خلصنا. هنضف بس بسرعه ونروح ناكل. اهم حاجه انك قبل ما تاكل تغسل اطباقك، علشان بصراحه بعد الاكل بتقل وبكسل، ما بحبش اخر الموضوع ده. الاكل مش هيبرد يعني من 3 دقايق، عشان اخلص اروح اشرب كوبايه الشاي بمزاج. كده اكون نضفت كل الاطباق بتاعتي، دي مش حاجتي مالناش دعوه بيها، يلا نروح ناكل. طيب خلصنا ونضفنا كل حاجه، ناكل بقى. بسم الله. حلو جدا، طعمه حلو جدا. بصوا جوسي. المشكله كلها ان البرجرايه كشت قوي، فبقى العيش كبير قوي. احمد في الجزيره قال لي ان دي مش هتكش، بس طلعت بتكش عمها. نبقى نجيب بعد كده عيش اصغر. بس هو عموما اللحمه طعمها حلو، والصوص مديها طعم حلو قوي. دلوقتي بقى اغسل الطبق بتاعي، علشان زي ما اتعودنا نغسل الاطباق على طول وما نكركبش حاجه فوق دماغنا. غسيل الاطباق بيبقى سخيف، بس لما بتغسلها واحده بواحده كده على طول ما بتحسش بتعب يعني. لما تكركب الحاجات فوق دماغك، وده في كل حاجه يعني، لما تكركب الحاجات فوق دماغك تلاقي ان الموضوع صعب وتقيل، فلما تغسل طبق بطبق مش هتحس ان الموضوع صعب قوي. كده الطبق بتاعنا بقى نضيف، نعمل الشاي بقى. الدنيا هنا بقت بتليل بدري قوي يعني، دلوقتي الساعة 5 وخلاص وقت الغروب جه. بتحس بكآبة كده أول ما الغروب يجي بدري. طالما الغروب جه بقى نصلي المغرب وبعد كده نعمل كوباية الشاي. نسيت اقول لكم ان احنا غيرنا الرفوف اللي كانت موجوده وجبنا الدولاب الكبير ده. هي حصلت بالصدفه كده، كان في دولاب زياده فانا خدته وحطيته مكان الرفوف اللي كانت موجوده دي، وهو احسن لي بكتير، اكبر وبياخد حاجات اكتر، وفي نفس الوقت على قد الحيطه بالظبط. في مرايه، والمرايه دي احلى حاجه فيه يعني، فالحمد لله ظبطت معانا. للاسف هنا في ايطاليا مش هتلاقوا شاي ناعم زي اللي موجود في مصر، غير في الجزارات الاسلاميه، بيبقى اغلى شويه بس يعني بنشتريه. انا بصراحه طلبت من اصحابي يجيبوا لي من مصر، كان احسن يعني، وهما كانوا موجودين في مصر. حظي حلو. هعمل كوبايه شاي بقى ونظبط كده ونروق، بعدين اقعد اذاكر لان عندي مذاكره كتير وشغل كتير قوي مطلوب، مونتاج الفيديوهات ان شاء الله يعني مع دعمكم وكده الدنيا تظبط. دلوقتي بقى هشرب الشاي وهقعد اذاكر شويه واشتغل على مونتاج الفيديوز شويه، واسيبكم مع الفيو الجميل اللي ورايا ده. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفلوج. اتمنى يكون عجبكم، متشكر جدا على دعمكم على الفيديوهات اللي فاتت. ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه تعجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي، وسلام.